في خبر طبعا حضرتك دلوقتي كنت عايز تطرحه موضوع حسني عبد الله. هو في على موقع اسماعيلي اونلاين، وده موقع جماهيري بس موقع قوي، من اقل من ساعه نزلوا خبر انه حسني عبد ربه وقع مع محمود الخطيب على 4 عقود انتقال للنادي الاهلي اعتبارا من يناير القادم، وافردوا انه كان بيعمل علاج طبيعي في الرحاب، وانه الخطيب اخده في الفيلا عنده، قعدوا واتفقوا على كل حاجه وعمل عقود ووقع. ده موقع اسماعيلي اونلاين. عندك في الجول انتوا كدبتوه. احنا يعني مش كدبناه، احنا يعني طبعا هو ودي حاجه كويسه، روح ظريفه كمان بين قصه المواقع الالكترونيه. الناس ما بتحاولش انها تضرب بعض في شغل يعني، بس معلومه زي دي انت محتاج اسمع، معلومه مش بسيطه تاخدها تقلب الدنيا دي من مصدر يعني. فاحنا اللي حاولنا ان احنا نتاكد. فطارق عبد ربه اللي هو شقيق حسني عبد ربه واخوه قال انه الكلام ده ما حصلش. ولكن هو برضو الراجل رمى يعني كلمه كده، قال انه حسني راجل عقده هيخلص عقده اخر الموسم. فطبيعي جدا اذا ما جددش مع ناديه واحنا في اخر نوفمبر داخلين على ديسمبر انه الكلام ده يكتر، لانه حسني نفسه من حقه يوقع لاي نادي في يناير. ونفس الكلام اللي هو كان الكلام اللي بيطلع على محمود فتح الله، هاني سعيد، كل اللعيبه اللي عقودها بتخلص اخر الموسم وما حسمتش تجديدها، انتظر حضرتك تقارير كتير ربما تكون صحيحه او خاطئه، بس الكلام عليهم بيزيد لانه في مبرر للكلام، في سبب للكلام. حسني لعيب مش قليل، راجل لعيب كبير جدا. النادي الاهلي محتاجه طبعا، لو نادي الزمالك محتاجه طبعا، اي نادي يشرف بيه لاي نادي. وراجل عقده شبه بينتهي، نادي ما حسمش الامر، فالراجل في السوق دلوقتي يعني زي ما بيسموه الاجانب كده. طب انت يا استاذ احمد تتصور انه هي دي بالونه بيضربها عشان يسخن ناديه يتمم ويعجل بالتعاقد، ولا في احتماليه ان يكون ده حدث؟ في احتمال طبعا، يعني في احتمال، في احتمال انا رغم نفي شقيق، لانه هو ما حدش دلوقتي، لو هنفترض جدلا انه مضى، على فكره ده حقه، احنا لا نناقش الموضوع لغايه دلوقتي مش حقه. ما هي دي المشكله، انه انت مش من حقك تمضي قبل يناير. في يناير طبعا. فهنفترض انه مضى دلوقتي، ما حدش يقدر يعلن. يعني ما حدش يقدر يعلن اطلاقا، هيبقى في مشكله كبيره لحسني نفسه ومشكله للنادي الاهلي. مظبوط. فبس النادي الاهلي بيكلم حسني ده اكيد. نادي الزمالك انا متخيل انه حتى على الرغم من الازمه الماليه، حتى على الرغم انك مش قادر تجدد لمحمود فتح الله، هاني سعيد لسه عندك لعيبه، شيكابالا لسه، بس ما ينفعش يبقى حسني عبد ربه متاح وما تكلموش طبعا. يعني دي حاجه. بس الاهلي هيودي فين؟ ما عنده حسام غالي وعنده محمد شوقي، ما دولت يعتبروا 2 من 3 في المنتخب، محمد شوقي وحسام غالي. طبعا. حسني عبد رب عنده هيصه ثانيه. ده اكتر مركز فيه تخمه في النادي الاهلي. بس النادي الاهلي عودنا طول السنين انه لما بيبقى قدامه، وده الكلام قاله كابتن عادل القيعي بشكل واضح وصريح في وسائل الاعلام اكتر من مره، قال لك انا كنادي اهلي ما ينفعش يبقى قدامي لعيب كويس واسيبه حتى لو مش محتاج، وهو ده اللي واضح يعني. وساعتها هو ممكن ياخد مكان على حساب حد تاني يعني، هم خاصه انه نتائج الاهلي يعني ماتش الاسماعيلي مثلا كان فيه مشكله انه الاسماعيلي ماسك نص الملعب على الرغم من كل الاسماء اللي حضرتك بتقولها. بالظبط. ومحمد شوقي قاعد بره على الدكه. ويمكن الامور دي تختلف الفتره الجايه لانه في جهاز جديد يعني. يمكن كمان من الامور اللي كنت بفكر فيها، ببص جدول الدوري، الاهلي عنده اول ماتش مع كابتن زيزو سموحه. سموحه الفرقه الوحيده اللي ما كسبتش لسه ولا ماتش بالظبط في الدوري. وحمزه الجمل لسه ماسك بعد فتره برضه من سوء حظ مع المقاولين. فللاسف حظه يعني هيبقى اسوء، انك انت عاده في كل الدنيا فرقه ما بتغير مدرب، اول ماتش ليها مع مدرب جديد بتبقى شكلها كويس. طب بس الامر ينطبق على الاثنين، الاهلي مدرب جديد وسموحه مدرب جديد. بس سموحه والاهلي، سموحه ما كسبتش ولا يعني، الاهلي نادي فرقه كبيره عندها فرق 6 بونت مع الزمالك وماتشين، فلو كسبوا الماتشين دول بقوا بيتنافسوا مع الزمالك على الاول او بيتساووا مع الزمالك، فعندهم دوافع دي اكتر. بس سموحه دول عايزين ياخدوا 3 بونت، لو ما خدوهمش من الاهلي مش هتبقى ازمه، هياخدوهم من الماتش اللي بعده يعني. بس هيبقى الوضع صعب جدا. هيبقى الوضع صعب. انا موافقك. دي المواضيع، مفيش حاجه تحب تانية؟ يمكن بس ازود حاجه عشان حضرتك كنت بتعرض دلوقتي لقاءات الحرس والانتاج. ايوه. حرس الحدود